السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تملأ بيتك بالحياة والسعادة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها معنى الحياة وصدر لهم معنى السعادة. بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كان أبسط إنسان وكان أشد الناس تواضعا، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ومع ذلك كان أسعد إنسان على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. في بيوت حبايبي للأسف الشديد ما فيهاش ريحة السعادة، رغم أن عندهم أسباب السعادة: الفلوس والأجهزة الكهربائية والمكيفات والأموال اللي في البنوك والشاليهات والعربيات والمصانع، ومع ذلك ما فيهاش ريحة السعادة. لأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى. أيوة رب الكعبة: لا يملك السعادة إلا الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله وحده هو القادر على أن يسعد قلوبكم جميعا. أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالسعادة يا رب العالمين. بيوت تعدى عليها تلاقيها ما فيهاش ريحة السعادة رغم ان فيها اسباب السعادة، وبيوت تانية مليانة بالسعادة. تخش كده على بيوت ممكن تلاقيها بسيطة جدا، وتلاقي ما شاء الله البسمة على وجوه اهل البيت دوت، وتلاقي ما شاء الله قلوبهم كده راضية ووشوشهم كده يعني ما شاء الله مضيئة مستنيرة. كل ده بإيه؟ كل ده بأن هؤلاء الناس قلوبهم موصولة بالله وألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله. أيوة رب الكعبة. مين اللي قال الكلام دوت؟ ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا إنسان حي وقلبه بيبقى حي، وحياته كلها تبقى حياة، وسعادته تبقى سعادة، وعيشته كلها ما شاء الله مليئة بالرضا والسعادة. والذي لا يذكر ربه كمثل الميت، لأن قلبه مش موصول بالله. من أحب شيئا أكثر من ذكري فما ظنكم بمن يحب ربه عز وجل. ولله المثل الأعلى. اللي بيحب لعيب ولا بيحب مش عارف مين، طول ما هو قاعد عمال يتكلم عنه ويوصفه وذكرياته ولعبه وجوانه وبطولاته ولله المثل الأعلى. فكيف بمن يحب ربه عز وجل؟ كيف يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: مثل البيت. المرة الأولى قال مثل الذي، إنما المرة دي بيقول لي مثل البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. البيت اللي فيه ذكر لله مش مقصود هنا ذكر جماعي وحضرة، لا، المقصود إن أهل هذا البيت يجتمعون على قراءة القرآن، يجلسون كل واحد بيقول أذكار الصباح أو أذكار المساء، أو لسانه لا يفتر عن ذكر الله. ما شاء الله البيت مليء بطلب العلم، بذكر الله، بقراءة القرآن، بدلالة الناس على الخير. كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. البيت اللي فيه ذكر الله بيت حي، حتى لو كان كوخ، حتى لو كان غرفة وصالة، حتى لو كان عشة صغيرة، ورب الكعبة يبقى بيت حي ومليء بالخير والسعادة. والبيت اللي ما فيهوش ذكر لله طول ما هم قاعدين ما فيش غير أفلام، مسرحيات، كليبات، أغاني، مش عارف إيه، بيت ميت. لأن المولى عز وجل لا يذكر فيه. وإذا ذكر الله في مكان حلت البركة في هذا المكان، وإذا ذكر الإنسان ربه حلت البركة في هذا الإنسان، فأصبح إنسانا مباركا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لابد دائما أن يكثر من ذكر الله. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني ذكر الله هو سبب اطمئنان القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
كلمة الاطمئنان يا حبايبي أبلغ وأعظم من السعادة. السعادة قد تكون عابرة، أنا ممكن دلوقتي أكون مبسوط عشان بكلم حضراتكم وعشان لقائي معاكم ببقى سعيد، وممكن بعد شوية تلاقيني قاعد منزوي كده وحزين، حصل حاجة زعلتني، ممكن بعدها بشوية يجيني خبر تاني يسعدني فلاقي نفسي سعيد، ممكن أجي بالليل حد يقول لي كلمة مش كويسة فيزعلني، تمام؟ فتلاقي السعادة في الإنسان ممكن يعني تتفاوت، وممكن تروح وتيجي طول اليوم. يعني ممكن الإنسان يسعد في اليوم 5-6 مرات ويشعر بالحزن 20 مرة، يبقى السعادة بتروح وبتيجي. إنما الاطمئنان يركز في القلب ولا يذهب بفضل الله. كل ده يجي بايه؟ بذكر الله وبكثرة ذكر الله. يبقى ايه؟ ألا بذكر الله تطمئن، يعني تركز السعادة في قلب هذا العبد. شوف قد ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يحثنا ويحضنا على كثرة ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تحبوا مثلا ممكن يقول ايه؟ خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجتكم كذا وكذا. انما قال الا انبئكم، لان هذا استفهام تشويقي بيخلي الانسان يشتاق لسماع المعلومه اللي بعدها. ممكن اجي اقول لكم ايه؟ تحب اقول لكم بقى انا الحلقه اللي جايه او الدرس اللي جاي هتكلم عن ايه؟ فتقولوا هتتكلم عن ايه؟ فاقول لكم هتكلم عن كذا، فابقى انا كده ايه؟ شوقتكم. كان النبي يستعمل صلى الله عليه وسلم هذا الاسلوب التشويقي في كثير جدا من الاحاديث، فبيقول الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، يعني في الجنه، وخير لكم من انفاق الذهب والورق اللي هو الفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. الله أكبر. ويقول جل وعلا فاذكروني أذكركم. دي كفاية بقى، يعني احنا كده نلم العدة ونروح. يعني كده المنقبة والمنحة دي لوحدها كفاية بفضل الله، لأن كون إن ربنا يذكرنا يا الله، وأي منقبة أعظم من ذلك. ولذلك كان أحد السلف يقول والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل. قالوا كيف ذلك؟ قال أما سمعتم قوله تعالى فاذكروني أذكركم، فإن ذكرت ربي ذكرني ربي. وده اللي جاء في حديث القدسي أن الله عز وجل قال عبدي إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من ملئك. هتذكرني بين الناس هذكرك بين الملائكة. الله أكبر. إذا فالإنسان لابد أن يكثر من ذكر الله. اجعلوا لنفسكم كده ورد يومي. أيوة رب الكعبة، اقعدوا كده أكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لها 4 مميزات. الميزة الأولى أنها كما ورد في الحديث الصحيح أنها أحب الكلام إلى الله. الميزة الثانية أنها سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحطان الذنوب والخطايا عن العبد كما تحط الشجرة ورقها. الميزة الثالثة أنها بفضل الله سبحانه وتعالى أنها يعني هي أولا أحب الكلام إلى الله، وأنها يعني سبب لمغفرة الذنوب، وأنها سبب لغراس المؤمن في الجنة. يا سلام. وأنها الباقيات الصالحات التي تبقى لنا بعد موتنا. قال صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهي غراسنا في الجنة. لما لقي إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم يغرس لكم بكل كلمة منها شجرة في الجنة. يا سلام. يعني لما أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 شجرات في الجنة اتغرست. وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فاشغلوا أنفسكم كتروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها باب من أبواب الجنة وكنز من كنوز الجنة كما صح في حديثين. كتروا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء سيدنا يونس عليه السلام
وذكر سيدنا يونس، وهذا يكون سبب في تفريج الهموم واستجابة الدعاء كما ورد في الحديث وفي الآية القرآنية كمان. سبحان الله. كتروا مثلا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها سبب في تفريج هموم كثيرة جدا جدا على الإنسان، وسبب في إعانة الإنسان من التحول من حال إلى حال، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كتروا من الأذكار، احيوا قلوبكم بذكر الله سبحانه وتعالى، هكذا تملأ بيوتكم بالحياة والسعادة. بإيه؟ بالقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.